السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في قناتي ديليس ياسر. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد الوصفه اللي كتجي لذيذه بزاف وكتسحق التجربه ديالكم. انا متاكده انها غادي تعجبكم الا جربتوها. كتصلح للعشاء او للغدا خفيف. كتجي رائعه جدا. كنتمنى انكم تواصلوا معايا الفيديو حتى الاخير باش تشوفوا التفاصيل ديال الوصفه، المقادير والطريقه ان شاء الله. نبداو بسم الله بالعجين. هو الاول عندي هنايا بيضه، عندي 3 المعالق كبار ديال الحليب مجفف. الا ما توفرش عندكم تقدروا تستغناو عليه، غير هو الصراحه كيعطي واحد الطراوه للمعجنات، كيخليهم يجيو هشاشين بزاف. 2 معالق كبار ديال الزبده 50 غرام تقريبا. عندي الفلفل الاسود مطحون، وعندي شويه الملح كيبقى على حسب الاختيار والذوق. عندي واحد المعلقه كبيره ديال الخميره معجونه، من الاحسن تكون خميره حبيبات، ما توفرتش عندي درت المعجونه. وعندي واحد المعلقه كبيره ديال الزعتر. وعندي هنايا كاس ديال الحليب دافي، هو باش غادي نعجن ان شاء الله. وعندي هنايا تقريبا 500 غرام ديال الطحين ديال الدقيق الابيض. الا بغيتو ديروا غير فطيره صغيره تقدروا تقسموا المقادير في النصف. غادي نستخدم العجانه. غادي نبدا بالخميره كيف ديما هي الاولى. وسمحوا لي انا دائما كنخدم العجانه، لان قلت لكم سابقا في واحد الفيديو بان عندي مشكل صحي، ما كنقدرش انني نخدم بيدي. هي راه نفس الشيء تقريبا، غير هي صراحه العجانه راه كتسهل بزاف. ضفت عليه الحليب المجفف على الخميره، ثم الحليب دافي تقريبا نصف كاس، وغادي نخلي النصف الاخر من بعد ان شاء الله. غنخلط مزيان الخميره والحليب المجفف اللي درنا مع الحليب حتى كيتجانسوا. ثم من بعد كنضيف الدقيق الابيض. هذا العجين راه كيجي رائع بزاف بزاف، كنتمنى انكم تجربوه. يعني تقدروا ديروه في اي معجنات اللي كيدخلوا للفرن. ثم غنضيفوا بيضه، الملح اللي بزار او الفلفل الاسود. اعتذر كاين البنات اللي ما تيعرفوش يعني بلي بزار. وغادي نبدا نعجن هكذا في هذا الخليط حتى كيتجانس. كيف لاحظتوا راني ما درتش الحليب كامل، يعني بشويه بشويه هكذا باش ما تجاش ليا العجين مره واحده. ومن بعد غادي نبقى نضيف الكميه اللي خليت ديال الحليب. تقدروا يعني تعجنوا غير بالماء دافي، ماشي مشكل، مادام اننا درنا حليب المجفف تقدروا يعني تعجنوها غير بالماء دافي. واللي ما دارش حليب مجفف ما توفرش عنده يقدر يعجنها بالحليب، او لا يخلط الحليب شويه د الحليب مع الماء، ماشي مشكل. هو الصراحه كما قلت لكم سابقا يعني الحليب كيعطي واحد الهشاشه لهاد المعجنات. كنبقى نضيف شويه بشويه حتى كيتجانس ليا الخليط. العجين كتبقى شويه رطبه، يعني ما كتكونش قاصحه، باش الا بغيناها من بعد تجينا هشيشه. كنحك عليها ديك المعلقه ديال الزعتر اللي خليت، كتبننها بزاف. اللي ما عندوش وبغى يستغنى عليها يقدر يستغنى عليها. كنضيف المعلقه ديال الزبده حتى الاخير هكذا. وايضا بالنسبه للزبده نقدروا نعوضوها غير بزيت المائده او زيت الزيتون، 2 المعالق ديال الزيت المائده او زيت الزيتون. يعني كنحاول نعطي حلول بالنسبه للبنات هكذا باش نشجعوهم باش يجربوا الوصفات. لان يعني كاين البنات اللي ما لقاوش شي حاجه في المقادير كيستغنيو على الوصفه كامله. لا، يعني نحاولوا اننا نقلبوا على بدائل، ماشي مشكل. كيف كتشوفوا معايا يعني العجين كيفاش كتكون، راه كتكون مرخوفه مطلوقه، كتلاصق هكذا في اليد باش تجينا يعني الفطيره ديالتنا تجينا هشيشه. صافي كنقادها هكذا مزيان وكنخليها تخمر واحد ساعه د المكانه هكاك تقريبا، حتى كنوجد الحشو اللي غادي ندير فيها ان شاء الله. بالنسبه للحشو انا هنايا اختاريت عندي البصله مقطعه مربعات صغيره، عندي الكفته ديال اللحم،
تقدروا ديروا اي حاجه، تقدروا ديروا كفته ديال الدجاج، طريفات دلادان اللي بغيتو، طريفات ديال الدجاج، فلفله خضراء مربعات، ثم فلفله حمراء مربعات، والجزر محكوك، ثم الكوسه او لا القرعه الخضراء محكوكه حتى هي، شويه ديال الفلفل الاسود الابزار، ثم شويه ديال الملح، ثم شويه سكينجبير، وشويه ديال الهريسه كتبقى على حسب الذوق. انا وليداتي صغار ما كيبغيوهاش داكشي باش درتي شويه الزعتر وشويه زيت الزيتون. بالنسبه للحشو تقدروا تخدموا اي حاجه عندكم تعمروا بها، ماشي مشكل. كنوضع طريف ديال الزبده هو الاول هكذا في المقلاة. انا كيعجبني نشحر الخضره هكذا والبصله هذا يعني حتى بالزبده كتعطي واحد المذاق رائع. تقدروا ديروا غير الزيت تكتفيوا به. كنضيف عليها البصل، ثم كنضيف الفلفل احمر، الفلفل اخضر، ثم الجزر، اي المكونات الخضره اللي عندي. تقدروا يعني تديروا الخضره اللي كتوفر عندكم. كنضيف زيت الزيتون، الا ما كانش شي خضره تقدروا تحيدوها ماشي مشكل. كنضيف القرعه الكوسه. انا كنفضل هاد الوصفات ندير فيهم بعض الخضر هكذا باش يعني حتى الوليدات الصغار كياكلوهم كيستافدوا منهم. كنبقى نشحرها مره كنحركها هكذا مزيان. كنضيف التوابل اللي عندي، الابزار وشويه سكينجبير وشويه ديال الملحه. كيف لاحظتوا معايا ما درتش التوابل بزاف، يعني تقدروا تضيفوا بابريكا ولا تضيفوا التوابل الاخرى اللي بغيتوا. ضفت شويه ديال الهريسه، ثم كنضيف الكفته اللي عندي وكنحرك هكذا مزيان باش كيتجانسوا. الكفته ما كنضيفها حتى كتشحر ليا مزيان الخضره. يعني كيف شفتوا معايا البصل راه دبلات هي والفلفل، يعني دائما الكفته كتبقى هي الاخيره مع التحريك مره باش ديك الكفته كتطلق لنا ما كتبقاش يعني ما كطيبش مجمعه. كنضيف واحد المعلقه صغيره د لاموطارد وكتبقى اختياريه، يعني تقدروا تضيفوها او ما تستغناو عليها. صافي وكنحرك مزيان. ثم كنضيف واحد شويه ديال الثومه، تقريبا 2 فصيصات ديال الثومه مدقوقين. سمحوا لي نسيت ما ذكرتهمش في الاول مع المقادير. وشويه القزبر معدنوس، كنخليو القزبر معدنوس هما الاخيرين باش هكذا كيبقاو محافظين على المذاق ديالهم. صافي كنحرك هكذا مزيان غير واحد شويه. كنفضل دائما القزبر ومعدنوس نخليهم حتى الاخير هكذا كيتشحروا شويه وصافي. وكنطفي على الحشو اللي عندنا. ثم كنضيف داك شويه ديال الزعتر اللي خليت في الاول، كنحكو هكذا مزيان وكنخلطو مزيان مع الحشو. وكنخليها حتى كتبرد تماما عاد باش كنخدم بها باش ما تقطعش ليا العجين. من بعد ما برد ليا الحشو مزيان كنضيف عليه الفرماج محكوك. اي نوع ديال الفرماج تقدروا ديروه تخدموه. صافي كنخلطو هكذا مزيان حتى كيتجانسوا مع بعضهم. وكنحاول انني نفرغ العجين ديالي من داك الهواء اللي تكون فيها كيف كتلاحظوا معايا. انا هنا بغيت ندير 2 ديال الفطائر، يعني تقدروا ديروا بهذا العجين هاد المقادير اللي عطيتكم تقدروا ديروا وحده كبيره او لا ديروا هكذا 2، واللي بغى غير وحده صغيره ولا يقدر المقادير يقسمهم في النصف. صافي درت انا كيف قلت لكم يعني هكذا 2. كنطلق العجينه مزيان الكره الاولى، كنستعين بشويه ديال الزيت باش كنديرها في المول. هذا المول هذا ماشي هو اللي غادي نطيبها فيه، هذا غير باش غادي نمونطيها فيه. لاحظوا معايا وغادي تفهموا مع الفيديو. كنوضع هذاك الحشو هكذا، كنحاول انني نقادو مزيان في جميع الجوانب باش ما تجينيش بلاصه عامره وبلاصه خاويه. كنعاود نضيف عليهم شويه د الفرماج هكذا من الفوق، وكنعاود نطلق النصف الاخر ديال الكره. كنطلقو مزيان كنضيفو من الفوق
كنحاول انني نقادها مزيان ونسد الجنيبات باش ما تحلش ليا من بعد. سمحوا لي كنحاول نشرح هكذا مزيان بالنسبه للبنات المبتدئات اللي يلاه كيتعلموا شويه هكا، داكشي باش كنحاول نشرح لهم مزيان، لان من بعد كيجيوني تساؤلات على الوصفات. داكشي باش كنفضل اني نشرح لهم مزيان هكذا في الاول باش يقدروا انهم يجربوا الوصفه براحتهم. يعني كيف قلت لكم هذاك المول الاول كنت غير باش مونطيت فيه، من بعد عاد قلبت في المول الكبير اللي غادي نديرها فيه، وكنستخدم هكا ورق الزبده باش نضمن انها ما تلصقش ليا. كيف كتشوفوا معايا يعني منين قلبتها كيبقى لي الوجه مقاد مزيان، يعني هذاك داك الوجه اللي كان عندي من الفوق هو اللي رديته من التحت. كنقرصها مزيان، كنبرك عليها هكذاك مزيان، ما تخافوش منها ما تقطع ما والو. وكندهلها الوجه ديالها بالصفر ديال البيض مع شويه ديال بابريكا، فلفل احمر مطحون، وكنزينها هكذا باش ما بغيتو. انا درت لها غير شويه ديال السانوج هكذا، الحبه السوداء في الجناب، وشويه ديال الزنجلان، وكندخلها للفرن تحمر. بالنسبه للتزيين كديروها اللي بغيتو. كنتسكا مزيان بالفرشيط هكذا باش ما تجينيش ما تنفخش ليا بزاف في الفرن لان فيها الخميره. كندخلوها للفرن كطيب من التحت ومن الفوق. انا تحمرت ليا شي شويه، ردوا مع البال في الفرن يعني تحمرت ليا شي شويه من الجنيبات، ولكن جات مزيانه الصراحه، جات بنينه بزاف. كنتمنى فعلا انكم تجربوها. وهاد العجين هادي انا متاكده الا جربتوها غتولي معتمده عندكم في جميع المعجنات اللي كيدخلوا الفرن. لاحظوا معايا كيف كتجي، يعني ما كتجيش مدقصه وما جاتش منفوخه بزاف. يعني صراحه جات رائعه جدا، عجبات كاع اللي كلاها، عجباتهم الحمد لله يا ربي. يعني وزينتها من بعد بشويه الفرماج هكذا محكوك، تقدروا ديروا لها التزيين اللي بغيتو. انا درت داكشي اللي متوفر عندي. وإلا عجبتكم الوصفه اليوم ما تبخلوش عليا بلي لايك والاشتراك في القناه الا كانت هذه اول زياره لكم، والبارطاج مع الاهل والاحباب كيف دائما. كنتمنى انها تعجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. استودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع.